لو انت كونتنت كريتور او ستريمر فانت اكيد محتاج مايك يكون الكواليتي بتاعه صوته كويسه، وفي نفس الوقت سعره مش مبالغ فيه، والماتيريال وشكله كويسين. عشان كده المايك ده وهو في فاين AM8 هو انسب اختيار ليك. وفي الفيديو ده انا هعمل لك عنه ريفيو كامل، وهعمل ليه انبوكسنج، وهكلمكم عن اهم مميزاته وايه هي الحاجات اللي موجوده فيه، وازاي تقدر تستخدمه، وكمان توصله على جهازك، والسعر، وتقدر تشتريه منين. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. يلا نبدا. اول حاجه المايك ليه لونين، الاسود والابيض، وده الابيض منه. تقدر انك تشتريه مع القاعده بتاعته، او انك تشتريه مع الستاند اللي زي ده، وده جه معاه القاعده بتاعته. بعد كده هتلاقي المايك، وعشان تركبه اول حاجه هتجيب القاعده دي وتحطها على مكان ثابت او في المكان اللي انت هتسجل فيه. يعني مثلا انا هنا هحطه على المكتب. بعد كده هتحط المايك على القاعده دي وهتقعد تلفه لحد لما يثبت. والمايك بيكون عليه الفوم كفر ده، وبصراحة الكواليتي بتاعته كويسة جدا، ودي وظيفتها ببساطة إنها بتمنع الهواء اللي بيطلع من بقك لما بتيجي تتكلم في حروف زي الب والفاء. بعد كده هتلاقي الكيبل ده من USB-C ل USB-C برضو، وعليه كونفرتر USB عادي عشان تقدر توصله على أي جهاز. والمايك فيه زرارين تاتش واتنين ويلز. اول زرار تاتش وده ممكن ان انت من خلاله تعمل ميوت لصوتك. تاني زرار تاتش ده من خلاله تقدر انك تغير مود الRGB او الالوان اللي بتبقى في المايك. عندك كمان اتنين ويلز، اول ويل عشان تقدر انك تعلي او توطي الصوت بتاعك، وتاني ويل دي من خلالها تقدر انك توطي الصوت او تعليه في حالة انك موصل مايك بسماعة من تحت هنا. والمايك فيه من تحت مدخل USB-C، وكمان مدخل XLR لو انت عايز توصله على ميكسر، وكمان مدخل للسماعة. ودلوقتي هعمل معاكم اختبار بسيط عشان نعرف كفاءة صوته، وهنقارنه بمايك تاني من نفس النوع لكن من شركة مختلفة وفي نفس الفئة السعرية تقريبا. أول حاجة ده الصوت من غير مايك خالص، وبس كده دي تكون كل حاجة عن المايك. تاني حاجة ده الصوت من مايك فيه فاين، وبس كده دي تكون كل حاجة عن المايك. تالت حاجة ده الصوت من المايك التاني، وبس كده دي تكون كل حاجة عن المايك. وكلهم من غير ما اعدل فيهم او احط عليهم اي فلات. وبرضه قول لي رايك تحت في الكومنتس انهي مايك احسن. ودلوقتي هوريكم توتوريال بسيطه كده عن ازاي تقدر ان انت تسجل بالمايك وتوصله على جهازك. اول حاجه التوتوريال دي لاي جهاز سواء كان ويندوز او ماك هتنفع على الاتنين. فاول حاجه انت هتحتاج انك تجيب اي برنامج من خلاله تقدر انك تسجل الصوت. مثلا انا هنا هستخدم برنامج اوداستي. لو انت تعرف برامج تانية او حابب تستخدم برنامج غير اوداستي ممكن تستخدمه، لكن بالنسبه لي اوداستي هو افضل واحد فيهم، انا جربته قبل كده. فاول حاجه هتفتح اوداستي بعد ما تسطبه. اول حاجه بعد لما توصل المايك هتفتح اوداستي وهتضغط على العلامه الحمراء دي. دلوقتي هو بيسجل الصوت زي ما انتم شايفين، الويفز بتاعه صوتي هو بيلقطها. طب لو هو مش لاقط الويفز بتاعه صوتك او مش بيسجل صوتك اصلا، ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه هتفتح السيتنجز ايا كان بقى ويندوز او ماك، هتدخل على الساوند. بعد كده هتروح لجزئيه انبوت، هتختاري الفي فاين مايكروفون. في حالة ان هو اصلا مش لاقط صوتك، انما في الاغلب انت اول ما توصله هيلقط صوتك. بس المشكلة دي انا واجهتها في الاول مع الماك بالذات، فحبيت يعني ان انا اقول لك ايه على حلها عشان لو حصلت لك. بس بعد كده لو برضو لسه نفس المشكلة موجودة وهو أصلا مش بيسجل صوتك، هتدخل على اوداستي، أو هتدخل على اوداستي بعد كده بريفرنسز، أو لو أنت ويندوز هتدخل على edit هتلاقي برضو بريفرنسز تحت. بس بعد كده تفتح اوداستي بريفرنسز. بعد كده هتروح لاوديو سيتنجز، بعد كده جزئيه الريكوردنج هتختار برضو الفي فاين مايكروفون ده في حاله ان هو اصلا مش مختاره اوتوماتيك. بعد كده تضغط اوكي. بعد كده هتبدا بقى ان انت تسجل صوتك عادي جدا، وهيسجل صوتك. وبعد لما تخلص هتضغط على العلامه المربع الاسود ده اللي هو الستوب. بعد كده طبعا انت عايز تسيف الصوت، تروح لفايل اكسبورت اوديو. بعد كده هتختار اكسبورت تو كمبيوتر. بعد كده هتختار اللوكيشن وهتسميه اي اسم، وهتضغط اكسبورت. بعد كده هتروح لبريمير او على البرنامج اللي انت بتمنتج عليه، وتبدأ ان انت تعمل سينك للصوت والصورة. طب ازاي تعمل سينك؟ اول حاجة قبل ما تبدأ اي تسجيل للصوت لازم ان انت تعمل اي صوت عالي. يعني ايه اي صوت عالي؟ يعني زي دلوقتي مثلا اهو. طب الصورة دي تمام انا اهو بسجل حلو. انا مثلا اهو الويفز بتاعت صوتي متوسطه او قليله يعني. انا عايز اعمل صوت عالي بحيث ان هو يلقط في الكاميرا او في الموبايل اللي انا بصور فيه، ويلقط على المايك كمان. مثلا زي ان انت مثلا هتسقف، او ان انت هتعمل اي صوت عالي بحيث ان هو يبقى ظاهر في الويفز بتاعت الصوت على برنامج المونتاج،
ومن خلال الويفز هتقدر ان انت تعمل سينك. الطريقة دي طبعا مشهورة جدا وهتفيدك جدا ان انت تعمل سينك من غير ما تتعب او في الاخر ان يحصل فيه تأخير الصوت عن الصورة او العكس. اول حاجة المايك مع الستاند اللي بيجي معاه زي كده بيكون بحوالي 4500 جنيه، لكن من غير الستاند وبالقاعدة بتاعته شبه كده بيكون بحوالي 2500 جنيه في مصر، والاسعار دي وقت تصوير الفيديو. ولو انت حابب تشتريه تقدر تشتريه من على امازون او على علي اكسبريس، وهتلاقي اللينكات اللي تشتري منها المايك تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده، سلام.